تتكلميش عن صفات أهلك السلبية. اوعي لو أهلك مشرحينك حتت وعاملينك بيتزا وبيبيعوا لحمك في الشارع، ما تتكلميش عن صفات أهلك الوحشة قدامه. وكل مرة هتتكلمي عن حاجات وحشة عن أهلك، أعرف إن هو خد بند يلعب بيه الكورة. تفتكري لما تقولي لحد مهما كانت شهامته، بس أنا أهلي وأهلي وأهلي وأهلي، هو هيقدر مش هيعمل فيكي كده؟ لا، هو يعرف إن أنت يقدر يعمل فيكي كده ومحدش هيقفلك. أنت عاوزة من الآخر تصعبي عليه، وعاوزاه تقولي له اوعى تيجي جنب ده، اوعدك ان هو هيجي جنب ده. انت عرفتيه اللي بيوجعك وعرفتيه ما حدش هيوقفلك. فتقولي ابويا عمل فيا وامي بتعمل فيا، وابويا كل همه مثلا الفلوس، او امي مش ما بتبصش غير على المظاهر، وابويا كذا وامي كذا. ما خلاص، احترمهم ليه؟ لما يهزقهم ما يعملهمش قيمه، ما يبقاش دي كبير ترجعي له. هتعرفي ده قدام لما تتجوزي وانت ما اتجوزتيش. اللي ما عملتش لاهلها قيمه واحترام هو اول واحد مش عامل لها قيمه واحترام. محتاجه تفضفضي، اختاري صاحب كويس، صاحب تتكلمي عنه. ويا ريت برضه ما تعمليش ده. هتبقي مبسوطه في اول خناقه بيقولك ابوكي عمل فيكي وانت في اهلك عندك راجل، هو عيلتكوا فيها راجل؟ مبسوطه؟ ولا يفهم ان اصلا الكلام عن اهلك خط احمر، عشان هما بالنسبه لي خط احمر. فالتجاوز غير مسموح في النقطه دي، وان هو يبقى في جزء من الغموض. في كده بيقولك اللي داخل بينهم خارج، انا ما اعرفش هما فيهم ايه. انا اكتر حاجه بحترمها فيها احترامها لاهلها، حتى لو هيغلط فعلك ما يقدرش قدامك، ومجبر حتى لو هما ما عندهمش شخصيه عشانك يحترمهم.